ذاك اليوم نظم هذه القصيدة: الله يا حامي الشريعة أتغض وهي كذا مروعة. اللي بيها البيت اللي جنابك تحفظه: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع. سوى القصيدة، قال هذه القصيدة غير سائر القصائد، ما انطيها الأحد. أول واحد يسمع هذه القصيدة مولاي الحسين، أقراها عند الحسين بكربلاء، وإذا قريتها بعدين انطيها للشعراء، حتى أهلي ما راح يدرون عنها. يوم الخميس من الصبح طلع من الحلة ويجي يتمشى بالبساتين رايح إلى زيارة الحسين، وهو يمشي وإذا واحد من وراه يصيح: سيد حيدر، سيد حيدر. والتفتت وإذا هذا واحد، بس من شفته دخلت هيبته في قلبي. قال: سيد حيدر وين رايح؟ كربلاء؟ قلت له: إيه نعم كربلاء. قال: وأنا ذاهب لزيارة جدي الحسين، عندك مانع أصحبك بالطريق؟ قال له: تفضل، هم خدمة. قال له: بس أنا أصحبك بس بشرط. قال له: وما هو؟ قال: أنا قلبي محروق على جدي الحسين. ما تقرأ؟ فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. قال له: قلبي ما برد على جدي الحسين، فأنا أريد بالطريق تقرأ لي قصيدة من قصائدك تبكيني على جدي الحسين. قال له: أنا خادم وممنوع، راح أقرأ لك: قد عهدنا الربوع وهي ربيع. قال له: ما أريد هاي القصيدة، أريد غير. إن شاء الله سلامتك موجودة القصائد. إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم. قال له: هم هذه ما أريدها. أناعي قتل الطاف لا زلت ناعية. قال له: وهي ما أريدها. تركت حشاك وسلوانها. قال له: وهي ما أريدها. قال له: ايش أقرأ لك؟ قال: سيد حيدر اقرأ لي الله يا حامي الشريعة. يقول: صار بقلبي ايش درى من القصيدة، أهلي ما يدرون عنها. لكن كان واحد يقول لي: سيد حيدر اقرأ له، خليه يبكي، هيئ نفسك قبل لا توصل للحسين. يقول: صرت أقرأ: الله الله يا حامي الشريعة أتغض وهي كذا مروعة. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة. قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواحدها القطيعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. فاشحذ شبا عضب به الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. تقرأ وياي هالأبيات ولا؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. إيش صاير؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع. أسألكم بالله، أريد واحد من عندكم يجاوبني. سيد حيدر ليش قال طحنت ضلوعه؟ ليش ما قال كسر الضلوعه؟ تدري ليش؟ الخيل تأتي إلى صدر الحسين، تصعد على الجسد المقدس، لا تتحرك عن جسد الحسين حتى تحرك لحمه عن عظمه.
حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. يقول السيد حيدر: فلما قرأت هذا البيت وإذا بذلك الرجل صرخ صرخة حتى خيل لي بأن الأرض قد اهتزت من تحت أقدامنا، وماذا بصوت وجدنا. يقول سيد حيدر: اسكتت ما كملت. وإذا ذاك الرجل يقول له سيد كمل. قال: انت ما تخليني اكمل. والله يا جماعة لست بمتقول. يذكرها صاحب ترجمة سيد حيدر بشعراء الحلة، يقول: بيت واحد ما قدر يسمع صاحب الزمان يوم قال: خيل العدا طحن الضلوع قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. قال: ورضيعه بدم الوريد مخضى فاطلب رضيعه. وإذا بالإمام يقول: يا حيدر اسكت.